بعد دخول الفنان الفكاهي عبد الرحيم التونسي الملقب بعبد الرؤوف لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط إثر تدهور حالته الصحية. تمكنت زوجته رفقة نجله الأكبر من رؤيته رغم منع الزيارة. ونشرت دنيا ابنة الفنان على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لادعاء مرفقة إياها بتدوينة تطمئن فيها جمهوره على حالته الصحية بعدما أخبرتها والدتها أنه يبلغ سلامه للجميع ويشكرهم على اهتمامهم به. وشاع اليوم خبر وفاة عبد الرؤوف عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بابنته دنيا تنفي الإشاعة وتخبر محبي والدها بتحسن صاد.